برهان: أنا لا أطلب قلة الأدب والكلمات البذيئة. الدليل والبرهان يعني نقوش أثرية نرجع إلى التاريخ القديم وليس إلى قلة الأدب. السلام عليكم. حبيت أرد عليك وأتمنى تشوف هذا المقطع. خلينا نأتي أول شيء للحضارة اليمنية، وهم إيش؟ وهم عاد وثمود وجديس وعملاق ويقطن. شوف يا عزيزي، يقال أنه في عرب عاربة وعرب مستعربة. العرب العاربة قطنت أرض اليمن، والمستعربة أرض الحجاز، وقطنت بقيادة قبيلة جرهم العربية التي هي أعرق قبيلة يمنية بالتاريخ. قطنت ببكة، فقطن أهل اليمن في أطراف بكة، ويستقون إيش؟ ويستقون من ماء زمزم ويدفعون لهم الأجرة. نأتي إلى أبونا إبراهيم عليه السلام الذي هو من نسل ثالب ابن نوح. هاجر إلى العراق وقطن ببلاد المنابرة وأنجب إسماعيل عليه السلام. وإسماعيل يا عزيزي قطن قبيلة جرهم اليمنية، فأتقن اللغة العربية وأصبح أول من تكلم باللغة العربية الفصحى بعد نبي الله شعيب خطيب الأنبياء. ونسل اليمن من نسلهم هم نسل يعرب ابن يشتب ابن قحطان ابن هود التي تفرعت فيهم أشهر القبائل اليمنية: همدان فكهلان فأنمار فطيف فكندة فجدام فلخم فالأوس والخزرج والغساسنة ملوك الشام. سكنوا العراق وسكنوا مصر. فهنا يا عزيزي سكن اليمنيون من بكة إلى جاترتان، وتفرع العرب من أنسالهم. وإن كنت تريد مني إثباتات ودلائل على كلامي، والله شوف يا أستاذي، كلامي وكلامك يدل عليه التاريخ والعلم والكتابات التاريخية بالخطوط السامرية والمسندية وإلخ. لا أنت ولا أنا قادرين نطلع ونبرهن للناس بهذه الكتابات ونجيبها ونقول لهم شوفوا هذه الكتابات وهذا هو التاريخ. هذا ما هو منطق ولا هو عقل. ولكن التاريخ وعلماء التاريخ وفلاسفة التاريخ من القرون الوسطى إلى يومنا هذا أثبتوا هذا الشيء بعد دراسات وأبحاث أجريت لمئات السنين وآلاف السنين. فليس من المنطق أن يظهر إنسان مثلي ومثلك بسطاء يجيبوا للناس تاريخ بيدهم. وشفت لك فيديو ذكرت أن أصل العرب السعودية. شوف يا أستاذي، ما تفرق، والله ما تفرق سواء كانت السعودية أو اليمن، هم أصل العرب. كلنا بالأول والأخير أخوان وأشقاء. واليمن والسعودية كانت بالأصل موطن واحد، وكلنا من نسل واحد. هم من نسلنا وإحنا من نسلهم. هم أشقائنا ونحن أشقائهم. يمننا يمنهم وعروبتنا عروبتهم، بعيدا عن النزاعات السياسية وعن كل ما يحصل في هذا الزمن وعن كل ما يحصل في هذه الحقبة الزمنية. بالأول والأخير كلنا نقول ربي الله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبيتنا الأول هو بكة، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. وأنا استطلعت صفحتك الشخصية وشفتها كلها إنك تحاول إثبات أن اليمن ما هي أصل العرب. نصيحة من أخ يمني إلى أخ مصري: أنت ما راح تستفيد أي شيء من هذا المواضيع غير أنك إثبات نظريات للناس أنك حاقد على اليمن، حتى لو لم تكن حاقد، ولكن هذا ما سيتبين للمشاهدين أنك يعني إنسان قاعد بتحقد علينا. وأتمنى لك التوفيق، أخوك الأصغر منك سنا وليد العقاب. وأتمنى من أخوة اليمنيين إذا رأيتوا أحد يناقش تناقشوا معه بكل احترام وبكل ذوق وأدب. أتمنى أن لا تعكسوا نظرات سيئة ومسيئة أمام المجتمعات الأخرى. تحياتي.